أهلا بكم ومرحبا مشاهدينا الكرام إلى فقرة وجها لوجه، فيها نتوقف عند رسائل العاهل المغربي الملك محمد السادس حول الصحراء الغربية في خطابه بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء التي خرج فيها مئات الآلاف من المغاربة للمطالبة بإنهاء الاستعمار الإسباني للصحراء الغربية. مع ضيفي مشاهدينا الكرام عبر الأقمار الصناعية من الرباط الدكتور طارق أتلاتي رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية. دكتور طارق أتلاتي، أهلا بك ومرحبا، شكرا جزيلا على تلبية الدعوة. أهلا وسهلا سيدي حكيم، تحية لك ولضيفك الكريم ولمشاهدي قناة فرانس 24. مرحبا، كل الترحيب بك وبضيفي في الجانب المقابل من الجزائر العاصمة دكتور رضوان بوهيدل أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر. أهلا بك ومرحبا، وكل الشكر جزيل لك على تلبية الدعوة دكتور رضوان بوهيدل. شكرا لك أستاذ حكيم، لك ولضيفك الكريم من المغرب. مرحبا بكما، كل الترحيب. لو سمحتما أبدأ معكما أولا من حيث الشكل، أبدأ بلهجة هذا الخطاب الملكي الذي وصف بخطاب الحسم. هل تغيرت لهجة الخطاب الملكي كما يقول المراقبون، ولماذا تحديدا؟ أطرح عليك السؤال أولا دكتور طارق أتلاتي رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية من الرباط، مرحبا من جديد. مرحبا عزيزي حكيم، شكرا. لا شك وأن خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء هو يأتي في سياق جديد مستجد برهانات وتحديات غير الرهانات والتحديات التي سبقتها، وبالتالي حين نراجع مسار العلاقات بما يفرض حسن الجوار سنجد بأن هذه العلاقات دائما خضعت إلى منطق اليد الممدودة بالرغم من النزاع الذي يتطور أحيانا إلى أشكال مختلفة. هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية اليوم وفق خطاب جلالة الملك محمد السادس هو بحمولة أقوى مما تعتقد الأطراف الأخرى وفق مجريات الأحداث بالمنطقة. بمعنى إذا كان من عنوان لخطاب جلالة الملك بالأمس، فإن هذا العنوان هو أنه يجب أن تتوقف الأمور نظرا للعواقب الوخيمة للاستمرار في النهج الذي عفى عنه التاريخ. وهذا لا يمنع بتاتا سياسة اليد الممدودة، بل هو أصل اليد الممدودة لأنه يريد الخير للأطراف الأخرى. هناك واقعان اليوم، واقع واقعي وواقع وهمي، وسنأتي على ذلك خلال لحظات في حديثنا عن المضمون. دكتور طارق أتلاتي، استسمحك فقط حتى نبقى دائما في إطار الشكل قبل أن ندخل في المضمون، وأحيل الكلمة لضيفي في الجانب المقابل من الجزائر العاصمة الدكتور رضوان بوهيدل الأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر. دكتور مرحبا من جديد، ما تعليقك أنت على نبرة الخطاب الملكي؟ هل تغيرت فعلا؟ هل كانت قوية على غير سابقاتها؟ هل هي مدفوعة بمتغيرات جوهرية من ذلك عودة ترامب وموقف فرنسا الجديد، فضلا عما تصفها أطراف مغربية عديدة بإصرار الجزائر على عدم استغلال اليد المغربية الممدودة؟ لا، هو دعني أقول أنه خطاب ملك المغربي لا أعتقد أنه فيه أي جديد، لا يحمل أي جديد، ولم يحمل لنا أي معلومات جديدة. ما كانت تمارسه المغرب طيلة سنوات طويلة قاله الملك هذه المرة ببساطة وبطريقة مباشرة. هو التفكير، ما كان يفكر فيه الملك بما مارسه النظام المغربي من خلال أذرعه الإعلامية وأذرعه الدبلوماسية لسنوات طويلة. اليوم عبر عنه الملك بطريقة مباشرة، ربما استقواء بزيارة الرئيس ماكرون الذي اختار ما يعرف بالحكم الذاتي طعنا في الشرعية الدولية، لأن القضية ما زالت في الأمم المتحدة. ربما
طمعا في كرم دونالد ترامب أن يعيد تغريدة قبل 4 سنوات أو 5 سنوات ماضية، التي تعترف بمزاعم المغرب على بخصوص سيادتها المزعومة على الصحراء الغربية المحتلة. أعتقد الملك المغربي منذ 99 هو ملك، ولم يتحدث بطريقة مباشرة هكذا. أعتقد أنه فقط الاستقواء طيب. أو اعتقاده بأنه يمكن أن يساعده ماكرون أو ترامب، ولكن كل هذا أعتقد أنه للتسويق المحلي وليست رسالة للجزائر تماما. هو تسويق لربما توجيه الرأي العام المغربي عن المشاكل الحقيقية التي يعيشها المغرب، وتوجيهه نحو مشاكل هي بعيدة كل البعد عن طيب. المغاربة الحقيقيين. طيب دكتور بوهيد، العودة إلى ضيفي دكتور طارق قتلاتي من الرباط، لكن تعقب إذا أردت على ما ذهب إليه ضيفي دكتور طارق قتلاتي، ولكن من حيث المضمون الآن حتى ندخل في صلب الموضوع. الملك محمد السادس تأسف لوجود ما وصفه بعالم آخر منفصل عن الحقيقة، ما زال يعيش على أوهام الماضي وتشبث بأطروحات تجاوزها الزمن وفق تعبيره. ما القصد من كلامه؟ وأنا أيضا بكل أمانة حينما ننصت إلى هذا النوع من الخطاب على أن خطاب جلالة الملك هو موجه للاستهلاك الداخلي، أتأكد باليقين وأنا كخبير ومتتبع على أن الخطاب الذي يروج له ما وراء حدودنا الشرقية هو بطبيعة الحال هو خطاب غير واقعي، ولا زال متشبثا بأهداب ما عفى عنه التاريخ. إذا أردت سيدي حكيم أن نتكلم اليوم من منطق الأبعاد الاستراتيجية التي وضع لها جلالة الملك محمد السادس 3 محددات أساسية، هذا ليس للاستهلاك الداخلي سيدي. اسمع إلى المحددات ال3. النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية كان في زمن ما يخضع لمنطق النزاع المسلح، وبعدها دخلت الدبلوماسية والمفاوضات، وبعد 49 سنة إلى ماذا وصلنا يا سيدي اليوم؟ وصلنا إلى تزايد الاعتراف الدولي من الدول المؤثرة عالميا، وصلنا إلى أن كل الساكنة صارت متشبثة بمملكتها وبملكها، ووصلنا إلى أن هناك نهضة تنموية لا توجد في دول إفريقية هي في جوارنا وهم يعلمون ذلك. دعني أحدد له المحددات الاستراتيجية التي لا تراها للأسف الجهات التي تروج لهذا الخطاب الوهمي وغير الواقعي. هل تعلم سيدي اليوم أن المنطقة تخضع تحولات جذرية خطيرة؟ هناك اليوم في جنوب الجزائر دول إفريقية قد شكلت كونفدراليات وهي مستعدة لمواجهة الجزائر. هل تعلم الجزائر بأن صحراءها لا تخرج عن الموضوع أكثر بالتحديد؟ سيد دكتور طارق قتلاتي، أنا سألتك عن خطاب الملك يقول ما زال تنظيما 12 تنظيما دكتور قتلاتي، أنت تحيد بي عن صلب الموضوع. لأنه لن أقدر أن أوفيك حقك من حيث لا الوقت. بالعكس. أنت تتحدث منذ 2 دقيقة و20 ثانية الآن، ويجب أن أوفي ضيفي في الجانب المقابل حقه. باختصار شديد نتحدث عن خطاب الملك، هو الهدف هي قراءة في خطاب الملك. يقول يتحدث عن عالم آخر منفصل يعيش على أوهام الماضي. باختصار ماذا عن هذا العالم حتى أوفي ضيفي حقه؟ وهذا ما أحاول أن أشرحه بلغة علمية أكاديمية رصينة، وبلغة أيضا سياسية وليست سياسوية. اليوم سيدي هناك واقع. بالأمس حينما تم التصويت على القرار 2756 ماذا كانت مضامين هذا القرار؟ المضامين كانت دائما تمشي في اتجاه ما تطرحه المملكة المغربية، وأن الموائد المستديرة طرحت، وأن الجزائر التي تريد أن تستبعد نفسها عن هذا النزاع ذكرت أكثر من المملكة المغربية عددا ورقميا. سأعود إليك زد على ذلك سيدي حكيم. سأعود إليك استسمحك. سأعود إليك فقط تحدثت
مدة 3 دقائق ونصف حتى أوفي ضيفي حقه في الجانب المقابل. دكتور رضوان بوهيدي، لك الكلمة. وددت أن أسألك عن أوهام الماضي. كما يقول العاهل المغربي، يقول أن هناك من يطالب بالاستفتاء رغم تخلي الأمم المتحدة عنه واستحالة تطبيقه، وفي الوقت نفسه يرفض السماح بإحصاء المحتجزين بمخيمات تندوف، يأخذهم كرهاء في ظروف يرثى لها من الذل والإهانة والحرمان من أبسط الحقوق. يقول هناك من يستغل قضية الصحراء ليغطي على مشاكله الداخلية الكثيرة، وهناك كذلك من يريد الانحراف بالجوانب القانونية لخدمة أهداف سياسية ضيقة. كيف تعلق أنت على كل ذلك؟ وهل معنى القول في معظمه موجه للجزائر؟ لا، هو الأكيد الكلام يحاول أن يوجهه للجزائر، لكن يحاول أن يقنع الشعب المغربي بأنه ملك وما زال على العرش رغم ما مع والأمر كذلك سيد رضوان بوهيدي، لا يمكن التشكيك في هذا الأمر. أرجوكما أن نبقى في صلب الحديث، أن لا نحيد عنه، لأننا نشكك في ولا نشكك في ثوابت. تفضل. لا، أنا لم أشكك في الثوابت، لأنه مربط الفرس هو هنا أخي حكيم، لأنه زيارة ماكرون لم تأتي من العدم. الجميع يعلم أن هناك دعني أقول صراع على العرش، هذا شأن داخلي للمغرب. هناك قوى تدفع طيب أجبني على سؤالي، أنه هذا ليس موضوعي. هذا ليس موضوعي، وسيجيبك عليه دكتور أتلتي. الآن الملك عدد، طيب سأعطيك الوقت، عدد أوهام الماضي مثل التشبث بأطروحات تجاوزها الزمن. أجبني على هذه الحجج التي تطرق إليها الملك. تفضل. لما يتكلم الملك المغربي عن العالم الآخر وكأنه يتحدث عن المغرب، يتحدث عن النظام المغربي وما يفكر فيه. هذه الأوهام يعيشها النظام المغربي. لا أدري إن كان الملك وحاشيته قد تتبعوا قرار مجلس الأمن بتمديد بعثة المينورسو التي تهدف إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي. لا أدري إن كان الملك ومن معه في الطرح يعلمون بأن القضية ما زالت في الأمم المتحدة في اللجنة الرابعة لتقرير المصير، والقضية حتى على مستوى الاتحاد الإفريقي هي تصفية استعمار. كل هذا يدخل في إطار مغالطات وتناقضات كبيرة في خطاب الملك. في البداية يقول أن القضية حتى في الأمم المتحدة تم تجاوزها، وفي نفس الوقت وفي قبل نهاية خطابه يطالب الأمم المتحدة بتحمل المسؤولية. هناك نوع من التخبط السياسي في كلام العاهل المغربي، لكن لا يمكن أن نفصل السياق العام أخي حكيم وضيفك الكريم من الرباط. ومع ذلك لن أطرح الفكرة مجددا، مسألة التوريث لمن وكيف ولماذا، ولكن ما قاله لا هو مع الأسف لو أتيحت الفرصة أعتقد هو نفسه هو المجال، بل هو مربط الفرس. ومع ذلك دعني دائما فقط في خطاب الملك المتناقض الذي يحاول من خلاله يقول لك أن الاستفتاء مسألة من الماضي. ما الذي تجيب؟ ما هي حجتك أنت في الإجابة على هذا الأمر حجة بحجة ويستحيل حتى تطبيقه؟ لا، هو من حقه يقول ذلك، لأنه لو كانت الصحراء الغربية أرض تحت سيادة مغربية كما يدعي النظام المغربي والملك محمد السادس لما قبل حتى فكرة الحكم الذاتي. كيف لدولة أن تتنازل عن جزء من أرضها على أساس حكم ذاتي لشعب آخر؟ أعتقد أن هناك الكثير من التناقضات. أنا ما زلت أصر أن الكلام موجه للشعب المغربي طيب. وليس للجزائر، وإرضاء للقوى وأخذت نفس الوقت. طيب. وأخذت نفس الوقت وأشكرك. ستعقب دكتور طارق أتلتي على ما ذهب إليه ضيفي، وخاصة ما وصفه بأنه مغالطات، ولكن أود أن أتقدم معك خطوة للحديث عن المنفذ الأطلسي. الملك في خطابه يقول أن هناك من يستغل قضية الصحراء للحصول على منفذ أطلسي، يضيف أن المغرب لا يرفض ذلك، واقترح مبادرة دولية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي في إطار الشراكة والتعاون وتحقيق التقدم المشترك لكل شعوب المنطقة. هنا أود أن أسأل تحديدا وستعقب، هل نحن أمام مقترح مغربي للجزائر بالحديث عن هذا المنفذ الأطلسي؟ تفضل. نعم.
نعم، شكرا سيدي حكيم. فقط أطلب توضيح مسألة بسيطة جدا، وهي مسألة دائما تتكرر، مسألة التشويش على الملكية في المغرب. أنا جوابنا واضح: لا يمكن لأي من شخص من الجزائر، جزائري أو جزائرية، أن يفهم ما معنى الملكية في المغرب وعلاقة المواطنات والمواطنين بالمؤسسة الملكية وعلاقة الشعب بالملك. نقطة إلى السطر. طيب. وإجابة على سؤالك سيدي حكيم فيما يرتبط بأن الفتح الطريق أو المنفذ على المحيط الأطلسي، جلالة الملك كانت نبرته فعلا قوية، وأوضح بأن كل من يزايد على المملكة المغربية في صحرائه فهو اليوم يقول كفى من استغلال هذا النزاع المفتعل، وتعالوا مباشرة بخطاب واضح ومباشر. إذا كنت أي جزائر الجارة تريدين منفذا على المحيط الأطلسي، فمثلك مثل من فتحت لهم المملكة المغربية منفذا، وبذلك فيه البعد الإنساني للمملكة المغربية بالقارة الإفريقية. طيب. الجزائر اليوم إذا كانت تنظر بمنطق وبعيون المملكة المغربية إلى القارة الإفريقية، فهناك طريقين لا ثالث لهما: إما أننا نمشي في طريق اليد الممدودة بهذا الشكل. حينما قلت اليد الممدودة، أليس دعوة الجزائر إلى أن تأتي وتستفيد من المنفذ على المحيط الأطلسي، أليس هذا أكثر من اليد الممدودة؟ طيب. بل هي اليد الممدودة فعليا وواقعيا. طيب، لأنه لدي سؤال آخر أيضا على البعد الثاني، وهو انفجار المنطقة وانفجار الإقليم عسكريا في ظل تجاذبات لا يمكن لأي أحد أن يتوقع مجريات أحداثها مستقبلا. طيب. ونحن حينما قال الضيف نستقوي بماكرون وبترامب، نحن نبارك للسيد ترامب فوزه، لأنه الرئيس الأمريكي الذي اعترف بمغربية الصحراء ولا زال هذا الاعتراف ثابتا. لن يتبقى لديك الوقت للحديث عن المسار الأممي. كدولة عظمى نحن ممتنين للسيد ماكرون وللشعب الفرنسي على أنه أعطى هذا الاعتراف. طيب. إذا ماذا تبقى؟ روسيا وتستثمر مع المملكة المغربية. طيب. روسيا اليوم ستجهز تجاوزت الوقت يا دكتور تجاوزت 3 دقائق الآن. الذي انسحب من مجلس الأمن هي سؤالي بسيط سيدي حكيم، لن أطيل. الجزائر حينما انسحبت يا دكتور الجزائر من جلسة التصويت في مجلس الأمن، تفضل 20 ثانية. حينما انسحبت هل تغير من الأمر شيء؟ طيب. استمرت الأمور وكل شيء. طيب، أنا أود أن أسأل ضيفي في الجانب المقابل دكتور رضوان بوهيدل، ما موقف الجزائر من هذه المبادرة؟ ما موقف الجزائر من هذا العرض؟ ما موقف الجزائر من هذه اليد الممدودة ومسألة الحصول على منفذ؟ هل هي معنية بذلك؟ هذا طبعا حسب رواية ضيفك يد ممدودة وعرض إلى آخره، بل هو ابتزاز ومساومة من طرف المغرب. لا، يبدو أنك لا تحترم دكتور لا وأنت تقاطعني. دكتور رضوان بوهيدل، أنا مثلا يطلب منه أن يحترم وقتك في الكلام، أرجوك تفضل واسترسل لو سمحت. ودكتور طارق قتلاتي لو سمحت يكمل فكرته. فقط لا يقاطعني. لا يقاطعك تفضل. طبعا الجزائر ليست بحاجة إلى منفذ للمحيط الأطلسي، لأنه ليس ملكية لأحد وليس ملكية للمغرب. لدينا علاقات طيبة مع دكتور طارق قتلاتي فقط. لا دكتور رضوان بوهيدل واصل، لأنه لا أحد يا دكتور طارق قتلاتي هو لا يحترم. طيب دكتور رضوان بوهيدل عزيزي حكيم، يا دكتور أرجوكما سبق لبوتفليقة المرحوم بوتفليقة أن طلبها رسميا باسم الجزائر. دكتور طارق قتلاتي، الكلمة الآن للدكتور رضوان بوهيدل، لا يمكن أن تقاطعه. تفضل دكتور بوهيدل، نستمع لك فقط حتى أعود لاحقا إلى ضيف السيد طارق قتلاتي دون مقاطعة.
تفضل، الوقت شكرا. داهمنا. وهذا تفضل. حال النظام المغربي لا لا في لا المجالس دون الدولية. لا 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 هو دون نفسه، دخول في هو متاهات أخرى. يلا نموذج. تفضل. هو تفضل. نموذج. لا تفضل. بالنسبة إلى المنفذ، نملك علاقات طيبة إذا أردنا مع أشقائنا في موريتانيا وعدد من دول غرب إفريقيا وغيرها. إذا أردنا الخروج إلى المحيط الأطلسي، ولا أدري أصلا ما الهدف من ذلك، ونحن نملك 1600 كيلومتر من السواحل على البحر المتوسط. هذا من الناحية الأولى. الصحراء الغربية أو البوليزاريو بشكل خاص عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي، والمغرب لم ينضم إلا مؤخرا بوجود الصحراء الغربية ويجلس على طاولة واحدة. إذن هو اعتراف بالصحراء الغربية مثل ما تعترف به الدول الأخرى كممثل شرعي البوليزاريو للشعب الصحراوي. الأمم المتحدة أعتقد هي الشرعية الدولية الحقيقية. المغاربة مع الأسف يريدون جر الجزائر إلى هذا النزاع التي الجزائر وموريتانيا عبارة عن دولتين مراقبتين فقط. النزاع هو موجود طيب. في لجنة أممية، كما هو معروف، إقليم متنازع عليه ما بين المغرب والبوليزاريو. هذا شيء موجود في الأمم المتحدة. لا يمكن أن نغالط الرأي العام. يعني أعتذر على الكلمة، من الغباء السياسي أن نقول غير ذلك، لأنه الأمر ما زال. حتى غوتيريس يتحدث كل مرة وإسبانيا تتحدث كل مرة. لا يمكن أن نتشبث في قشة مثل الغريق، قشة تغريدة دونالد ترامب في آخر عهدته. ننتظر ما سيقوله اليوم ترامب. ماكرون قال كلمته الحكم الذاتي، وكأنه هذه الصحراء هناك تفاوض. لا أريد أن أعود إلى موضوع العرش، ولكن أعتقد أن ماكرون لديه مصلحة. لدي سؤال أخير إن سمحتما، ونكملت فكرتك دكتور رضوان بوهيدل، ولكن تبقت لدي دقيقة واحدة تقتسمانها. دقيقة واحدة دكتور طارق قتلاتي لو سمحت. أنا أود الآن أن أختم بما قاله العاهل المغربي من أن الالتزامات القانونية للمغرب لن تكون في أي وقت من الأوقات على حساب وحدة أراضيه وسيادته الوطنية. أود أن أسأل هنا ما الذي يطالب به المغرب عمليا من الأمم المتحدة بهذا الصدد؟ في 30 ثانية لو سمحت دكتور، وأختم معك. لا، أختم مع ضيفي بوهيدل. أنت تعلم سيدي حكيم على أن النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية قد عرف تحولات جذرية كبيرة جدا. أنا حينما قلت للضيف أنك لم تنتبه ربما إلى مضامين القرار 2756، لو انتبهت كنت ستفهم ما الذي يطالب به الملك اليوم؟ مجلس الأمن الدولي العاهل المغربي ما الذي يطالب به اليوم؟ هذا في الإطار. تفضل. الذي يطالب به اليوم أن تلتزم الأمم المتحدة بكل القرارات الصادرة، نظرا لأن المملكة المغربية لم يحسب ضدها في يوم من الأيام أنها لم تكن يعني منفذة للقرارات أو أنها تجانبها، ولكن في المقابل هناك بعض المبعوثين الخاصين الذين للأسف ثبت في حقهم المناورات في هذا الملف، انطلاقا من كريستوفر روس إلى ديميستورا، وبالتالي على الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الجانب. حان الوقت لتتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها، أن توضح الفرق الكبير بين العالم الحقيقي والشرعي الذي يمثله المغرب في صحرائه وبين عالم متجمد بعيد عن الواقع وتطوراته. هكذا يقول الملك. ما الذي تقوله أنت باختصار شديد دكتور رضوان بوهيدل، وأختم معك لو سمحت، انتهى الوقت. لا، هو لو طبقت الأمم المتحدة ما طلبه الملك أكيد سوف تتوجه إلى استفتاء لتقرير المصير. هذه هي ما تطلبه الكثير من الدول وما هو موجود على طاولة الأمم المتحدة. مع الأسف لسوء حظ المملكة المغربية هذه هي الحقيقة. وأكرر وأقول أنه هذا الخطاب ليس موجه للجزائر ولكن للشعب المغربي.
المغربي حتى ينسى همومه أشكركما جزيل الشكر على تلبية هذه الدعوة. قد تكون لنا توجهت حلقات إلى الجزائر بالدرجة الأولى. أشكركما جزيل الشكر الدكتور طارق قتلاتي رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية على تلبية الدعوة. كل الشكر جزيل لك أيضا من الجزائر العاصمة دكتور رضوان بوهيدي الأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر. كنتم معنا في فقرة وجها لوجه.